أثار النجم المغربي حكيم زياش موجة من الجدل بعد تصريحاته الصادمة في مقابلة مع الصحفي التركي هالوك يوركلي، حيث أكد أنه لا ينوي البقاء في صفوف غلطاسراي بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وخلال اللقاء عبر زياش عن عدم رغبته في الاستمرار مع النادي قائلا: بالنسبة لي غلطاسراي أصبح من الماضي، لا أريد اللعب هنا بعد الآن وسأرحل في يناير، كل ما أطلبه هو أن يتركوني وشأني، وأشعر بالندم على انضمامي لهذا الفريق. وانضم زياش إلى غلطاسراي في صيف 2023 قادما من تشيلسي وسط آمال كبيرة، لكن التجربة لم تسر كما كان يتوقع. ورغم استقباله كأحد أبرز النجوم، إلا أن مسيرته مع الفريق لم تحقق النجاح المنتظر، فقد كانت آخر مباراة لعبها بشكل كامل في 9 أغسطس، ومنذ ذلك الحين شارك في 15 دقيقة فقط في آخر 5 مباريات، كما تم استبعاده من القائمة في مواجهة طرابزونسبور في 16 ديسمبر. كما لم يتردد زياش في مهاجمة مدرب الفريق أوكان بوروك قائلا: لم أتعامل مع مدرب أسوأ منه على الإطلاق. ولم يقتصر انتقاده على ذلك، حيث أبدى تجاهلا تاما لمستقبل النادي قائلا: لا يهمني إن فاز غلطاسراي باللقب أم لا. تعكس تصريحات زياش بوضوح رغبته في مغادرة غلطاسراي، حيث يبدو أن العلاقة بين اللاعب والنادي قد وصلت إلى نقطة لا عودة. ومع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية، تتجه الأنظار نحو وجهته القادمة، حيث تشير التقارير إلى اهتمام أندية مثل رين الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى عروض من دول الخليج.